تعالى اوريكم ازاي عملت ايس كريم وميلك شيك هوز في البيت بطريقه سهله جدا. الحكايه بدات لما كنت ماشي في الشارع وشفت البتاعه دي على الارض، فحودت على عم عبده وجبت 2 هوهوز وروحت وجبت معاها لبن واسبريسو. بعدين قلعت اول هوهوزايه كده وقمت هرسها جامد قوي بالسكينه وحطيتها في الخلاط وحطيت عليها لبن وتلج. نسيت احط الاسبريسو. ايوه، بتاعت ستاربكس. بعد كده فضيتهم في الكوبايه وحطيت عليهم حوالي 4 مكعبات تلج، واستخدمت نفس الحاجات دي برضو عشان اعمل الايس كريم. هرست بقى الهوزات التانية جامد، يعني اكتر من الاولانيه كمان، وبجد الكوبايه دي تقريبا مفيش بيت في مصر مش موجوده فيه. المهم حطيت الهوزايه المهروسه في الكوبايه، بس لسوء الحظ الكوبايه وقعت، بس لميتهم يعني زي الشاطر كده ومحصلش اي حاجه عادي. وفي كوبايه تانية حطيت الاسبريسو واللبن وقلبت بقى جامد عشان يعني يعملوا ميكس كده مع بعض، بس يفضل سخن لبن سيكه عشان الاسبريسو ما دابش قوي يعني. بعد كده هتقوم مفضيهم على الهوزايه المهروسه. بعدين بقى جبت البتاعه بتاعه الميجا دي، موجوده في الدرج تقريبا من سنه 2000، وحطيتها في الفريزر بتاع 5 ساعات تقريبا. اتاخر بقى يا اسطى، ما تبقاش رخم كده. بعدين غسلت المواعين بقى عشان الحاجه ما تجريش ورانا. ودلوقتي بقى خلينا ندوق. نزلت الاول ميه بتاع 30 ثانيه كده عشان نفكها بس من الكوبايه. هي شكله حلو، شكلها جامد. هي طبعا مشوهه عشان انا دقتها، بس هدوقها تاني دلوقتي. بسم الله. امم عظمه. وكمان الاسبريسو باين فيها، فمديها ايه، سنه كده جامده قوي يعني. بجد لازم تجربها. تعال بقى نجرب البتاع التاني، الميلك شيك ده. تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمه جامد بجد، لازم تجربه. ما تنساش بقى تعمل فولو ولايك، وما تنساش تقول لي رايك تحت في الكومنتس. يلا سلام. والله الزوز فوق وستاربكس تحت بجد يعني. هو الزوز رقم واحد. عايز بقى اشطب على ميجا دي واكتب الزوز برضه يعني، عشان يعني نعلينا على الدنيا كلها.